ألغاز غامضة وراء بعض الحضارات القديمة. حضارة ستونهنج. النظريات الأقرب لكيفية نقل حجارة ستونهنج الضخمة من ميرلين إلى مكانها في مقاطعة ويلتشير البريطانية هو السحر، لكن الباحثون وعلماء الآثار اكتشفوا حديثا المزيد من هذه الصخور حول الصخور الموجودة مسبقا، وهو ما يعطي انطباعا أن الصخور الموجودة أصلا هي مجرد مركز للعديد من الصخور الأخرى الموجودة في المكان، وأن هذه الصخور كانت تستخدم كتقويم للشعوب التي عاشت في تلك الفترة. مصر. الحضارة الفرعونية. تخبر بعض الخرافات بأن الأهرامات الفرعونية في مصر قد تم بناؤها باستخدام تقنيات منحتها مخلوقات فضائية لفرعون، ولكن الحقيقة التي أخبر بها العلماء أن الأهرامات بنيت باستخدام تقنية حديثة كانت آنذاك، وهي استخدام البكرات لرفع الحجارة الضخمة في بناء الأهرامات، وأن بناء الأهرامات استغرق حوالي 20 سنة. قبائل المايا. الغموض حول قبائل المايا أنها تعرضت ذات مرة لغزو إسباني، وبعد هذا الغزو اختفت تماما. خرافات الناس قالت بأن مخلوقات فضائية أعطت قبائل المايا طاقة وتقنيات حديثة للهرب إلى الفضاء، أو أن المايا في الأصل كانوا مخلوقات فضائية وعادوا إلى موطنهم في الفضاء بعد غزو الإسبان. ولكن العلماء أثبتوا عدم صحة هذه الخرافات ببساطة، فالمايا انتشروا وبنوا مستعمراتهم الخاصة في أكثر من مكان، وخاصة في أمريكا الشمالية، ولغتهم لا زال البعض يتحدث بها إلى الآن، وتقويمهم كان الأكثر غموضا في العالم، حيث يعتقد البعض أن انتهاء هذا التقويم يعني انتهاء العالم. جيوش التيراكوتا. بعد اكتشاف المزارعين الصينيين لجيش تيراكوتا أو جيش الطين، لم يمتلك أحد من العلماء أو الباحثين أي فكرة عن كيفية بناء وتصميم هذا الجيش المكون من آلاف الجنود المصنوعين من الطين لحماية ضريح الإمبراطوري الصيني آنذاك كين شي هوانغ. بعض الاعتقادات كانت أن هذا الجيش صنع بواسطة قوالب متشابهة، ولكن الحقيقة أن كل جندي له وجهه الخاص وملامحه الخاصة التي ترجع لشخص حقيقي موجود فعلا أو كان موجودا فعلا، وهذا يضفي المزيد من الغموض على هذا الجيش. المستعمرة المفقودة. في عام 1587 انتقل 100 شخص من الرجال والنساء والأطفال من بريطانيا إلى مكان جديد في العالم مع جون وايت، واستقروا في جزيرة تسمى راونوك تقع في المحيط الأطلسي قرب كارولينا الشمالية. عاد جون وايت إلى بريطانيا لجلب المزيد من الناس، وعندما رجع إلى راونوك مرة أخرى وجد أن المستعمرة التي أنشأها اختفت تماما. الخرافات تقول كالعادة بأن مخلوقات فضائية هي السبب، ولكن العلماء يعتقدون أن الناس هناك انقسموا وتوزعوا للسكن في مختلف الولايات الأمريكية التي كانت موجودة آنذاك. سانشينغ دوي. حضارة صينية مفقودة من أكثر الحضارات غموضا في الصين، خاصة بعدما وجدت بعض بقايا الآثار لهذه الحضارة في منطقة سيشوان. ورغم الخرافات والأقاويل الكثيرة لما حصل، يعتقد العلماء والباحثون أن ما حصل هو زلزال كبير في تلك المنطقة تبعه انزلاق كبير في الأرض، ثم فيضان ضخم نقل العديد من الآثار التي وجدت فعلا في منطقة سيشوان. خطوط نازكا. وجدت هذه الخطوط في البيرو في ثلاثينيات القرن الماضي، عندما كان رجل يحاول تفحص قوة الطيران بطائرة صغيرة فشاهد الخطوط. يعتقد فعلا أن هذه الخطوط رسمت في الرمال كدليل لمساعدة من يطير، وقد وجدت بعض الأوتاد التي ربطت بها حبال لهذه الخطوط، إذن أوتاد ومربوط بها حبال، والصانع لها اعتمد على بعض الحفر الموجودة كدلائل. جزيرة الفصح أو جزيرة القيامة. على مر العصور حاول العلماء تحريك أدمغتهم وعصرها لمعرفة كيفية وقوف صخور المواي في مكانها. الخرافات التي نسمعها دائما تتكرر هنا. السحر والمخلوقات الفضائية هم من قاموا ببناء هذه الصخور ووضعها في مكانها. وفي عام 2012 أثبت العلماء أن هذه الصخور تم نقلها ووضعها في مكانها باستخدام الحبال. حقائق غامضة تحدثنا عنها، وما عليكم إلا أن تخبرونا بأجمل وأروع حقيقة عرفتموها من خلال هذا الفيديو. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.